ليه لازم تبدأ في صناعة المحتوى في 2026؟ بس قبل ما احكي لكم ننزل نعمل سبسكرايب للقناة علشان هشارك معاكم فيديوز الفترة الجاية كتيرة جدا هتساعدكم في مشواركم في صناعة المحتوى. شفت فيديو من فترة لشخص بيحاور أطفال فبيسألهم السؤال المعتاد اللي كلنا اتسألناه اللي هو نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ الحقيقة ان الإجابات خضتني جدا لأن كلهم قالوا أنا نفسي أطلع يوتيوبر، أنا نفسي أطلع تيك توكر، أنا نفسي أبقى زي مستر بيست، أنا نفسي أبقى content creator. دماغي حصل لها error اللي هو فين أنا نفسي أبقى دكتور علشان أكشف على الغلابة لمّا أكبر، أنا نفسي أبقى محامي عشان أدافع عن الغلابة ببلاش، أنا نفسي أبقى مهندس عشان أبني بيوت للغلابة. هي فين الحاجات دي؟ قبل ما تقول ده جيل بايظ وده جيل التيك توك، فأنا عايزة أقول لك إن هم صح. الأطفال دي عارفة المستقبل رايح على فين والفلوس هتيجي منين. وإحنا كلنا بنشتغل عشان الفلوس. الشهادة الجامعية دلوقتي شئنا أم أبينا بقت مجرد ورقة، هنفترض إنك اشتغلت بيها، إيه اللي هيحصل بعد كده؟ إيه اللي هيحصل أو اللي أنت المفروض تعمله علشان تتشاف وتتعرف والناس تيجي لك؟ دكاترة ومهندسين ومحاميين ونجار وسباك واللي صاحب مطاعم واللي صاحب كافيه أو صاحب أي مشروع، كلهم دلوقتي فاتحين قنوات على يوتيوب أو مثلًا أكونتات على السوشيال ميديا بيسوقوا لنفسهم وبيعملوا محتوى. كمان لمّا بتيجي دلوقتي تدوّر على دكتور بتفتح التيك توك أو اليوتيوب علشان تدوّر على الدكتور أو تدوّر على المعلومة. الأطفال دي مدركة تمامًا إن هم محتاجين السوشيال ميديا كده مهما اختار هو هيشتغل إيه، فهو محتاج يتعلم إنه يعمل محتوى وتسويق علشان يعرف يشتغل ويبيع. لمّا أطلقت الكورس بتاعي اتفاجئت إن اللي بيطلب الكورس أطفال عندها 13 سنة و14 سنة وناس كبيرة فوق ال60 و65 و70 سنة كمان. والمفاجأة بالنسبة لي كانت في قد إيه إن الفئتين دول فاهمين جدًا لدرجة إنهم مش بيتعبوني في المتابعة وأنا باراجع على شغلهم. فالأول وأنا باشرح مثلًا للأطفال فكنت باحاول أبسّط المعلومة جدًا علشان توصل لهم بسهولة، فباتفاجئ بالرد اللي هو يا coach قصدِك مثلًا segmentation target؟ فأنا دماغي اللي هو ها؟ الناس دي بجد عارفة هي عايزة إيه وبتعمل إيه، عشان كده فكرة إنك تعتمد على الكلية دلوقتي ما بقاش ينفع. كل ما أروح جامعة عشان أدّي محاضرة فيها، بانادي المسؤولين وباتكلم معاهم باقول لهم لازم تدرسوا الحاجة دي في الجامعة، ده بقى واقعنا الحالي خلاص، لازم التعليم يتطور ويدخّلوا الحاجة دي في التعليم من بدري، فسواء ده حصل أو ما حصلش لازم أنت تبدأ بنفسك وتطوّر منها، ما تستناش أكتر من كده. لأن كل يوم السوق ده بيتملى بcontent creators كتير جدًا، فالمنافسة بتعلى يوم عن يوم، فلو أنت بدأت دلوقتي حالًا بعد الفيديو ده أحسن مليون مرة من إن أنت لو بدأت بُكرة، لأن بُكرة هتلاقي في 100 واحد مثلًا بقوا content creators. تعالَ بقى أقول لك مميزات ده إيه. أنت ممكن تكون فاشل في الدراسة بسبب إن هي اتفرضت عليك، يعني أنت مش بتعمل حاجة بتحبها وفاهم فيها فعلًا فهتنجح كده، لكن ممكن تنجح جدًا في حاجة فاهمها وتاخد كورس مثلًا من شهر ل6 شهور لو حاجة مليانة أوي علشان تتقنها، فده ما يستحقش إنك تستثمر مبلغ بسيط جدًا مقارنةً باللي أنت دفعته في مشوارك التعليمي ده كله وما عملتش بيه حاجة، وأنت متأكد إن المبلغ اللي أنت هتدفعه في كورس مثلًا عشان تتقن الحاجة اللي أنت بتحبها دي هي دي اللي هتجيب لك النجاح بعد كده والفلوس والحاجة أو هتعرف تحقق بيها أهدافك. كأن مثلًا حد قال لك هات 2000 جنيه وهارجّعهم لك 10.000 جنيه، هترفض؟ أكيد لأ. فإنك تستثمر في تعليم مهارة مثلًا أو هواية أنت حاببها وعايز تتطوّر فيها تتعلمها في شهر، في 2، 3، في 6 شهور، ده مش وقت خالص، أنت قعدت 16 سنة في التعليم وما عملتش بيهم حاجة، فما تستصعبش ال6 شهور. فأول ميزة بالنسبة لك مثلًا إنك هتتعلم مهارة في وقت قليل جدًا وهتعرف تتقنها في حاجة أنت بتفهم فيها، فنجاحك هيبقى أسهل وأسرع. تاني حاجة إن مصادر الدخل في الشغلانة دي متعددة، المهارة اللي أنت هتتعلمها دي وهتعمل منها محتوى، المشاهدات بتاعتها هتجيب لك فلوس، يعني الفيديوهات العادية اللي أنت ممكن تضيّع فيها وقتك في حاجة أنت بتحبها بتعملها أصلًا في الطبيعي، دي هتجيب لك فلوس. لو عملت مثلًا محتوى على قناة زي يوتيوب، فهتاخد فلوس على المشاهدات. هييجي لك بعد كده إعلانات وشركات، وده
اللي بيعتمد عليه صناع المحتوى، أو تقدر تحول المهارة أو الهواية دي لكورس وتبدأ تبيعه للناس. وده بقى اللي أنا بنصح بيه المتدربين عندي. ليه؟ لأن مفيش مجال ملهوش ناس محتاجة تتعلمه عشان تشتغل فيه، فمين هيعلم الناس دي؟ ومجال التدريب لسه ما تشبعش، بس 90% من الكرييتورز دلوقتي استغلوا فكرة ان هم نجحوا وعملوا عدد على السوشيال ميديا وبقوا يعملوا كورسات يعلموا فيها الناس ازاي يكبروا وينجحوا زيهم. فده ما يخلكش تفكر في حاجة. متخيل بقى كام شغلانة ومصدر بيتفتحوا لك من مجرد ان انت بقيت صانع محتوى في حاجة انت بتحب تعملها في العادي اصلا. في مقولة كده بحبها بتقول ان لو الواحد اشتغل في حاجة هو بيحبها وبيفهم فيها فهو مش هيشتغل ابدا في حياته. هل ده بقى معناه اسيب التعليم؟ اكيد لا. الشهادة مهمة يا جماعة، علشان على الأقل لو قدمت في شركة هتحتاجها، أو لو عاوز تسافر مثلا فهتحتاجها. كمان جو الجامعة والتعامل مع الناس في الفترة دي بجد بتجهزك للعالم الخارجي اللي انت هتطلع عليه. هقول لكم حاجة، انا من ابتدائي بحب اذاكر جدا، بحب الخص الحاجة اللي انا بذاكرها. انا مش بحب الامتحانات ومش بحب يعني، بس بحب اذاكر الخص اكتب وهكذا. وبحب اطلع اتكلم مثلا في اذاعة، اطلع اتكلم في الفصل. لو في مثلا مناظرة ولا حاجة كنت بروح أشارك فيها مواهب مهارات. المهم إن أنا أبقى قدام الناس والناس شايفاني وأنا بعمل الحاجة دي. الموضوع كبر معايا لحد ما دخلت جامعة. البرزنتيشن اللي الناس كلها بتخاف منه أنا كنت بروح للدكتور وأقول له أنا عايزة أعمل برزنتيشن لوحدي. أطلع بقى أروح أصور في أماكن حقيقية، ما أجيبش صور من على جوجل مثلا أو أي موقع، لأ كنت أنزل على الأرض في أرض الواقع أصور الحاجة اللي أنا محتاجاها، كأني بحضر دكتوراه أو ماجستير. يعني كأني بعمل حاجة كبيرة جدا وهو مجرد برزنتيشن الطلبة بس اللي هتشوفه. اروح اطبع ورق واعمل تجارب للطلبة واعمل لهم اخليهم يقولوا لي انا كنت شاطرة في ايه ومش شاطرة في ايه، ايه الحاجة اللي عجبتهم في الشرح بتاعي وهكذا. يعني كنت مكبرة الموضوع قوي. اتخرجت من الكلية وما اشتغلتش بيها نهائي، بس بقيت كوتش. يعني بعمل الحاجة اللي كنت شاطرة فيها وبحبها ايام الكلية واتدربت عليها كتير جدا وانا في الكليه. ما كانش صعب عليا ابدا اني ابدا مشواري في صناعه المحتوى، واني اشرح قدام ناس مثلا واروح الجامعات واشرح فيها محاضرات واحضر ايفنتات واشرح قدام الافات من الناس. الحاجه دي ما كانتش صعبه عليا ابدا، لدرجه اني اصلا ما بحضرش للحاجه قبل ما اروحها. انا بطلع بتكلم مع الناس، ما عنديش الرهبه دي خالص. ليه؟ لان ببساطه اتدربت عليها كتير جدا وانا في الجامعه. استغل فتره الجامعه انك تعمل الحاجه اللي بتحبها وتتدرب عليها كتير جدا، علشان لما تطلع للعالم الخارجي الحاجه دي هتبقى على كبير. يعني خد فتره الجامعه دي انها فتره تدريب، كانك بتتدرب في شركه مثلا. انت بتتدرب في الجامعه للحاجه اللي ناوي تعملها بعد الجامعه. فانت ممكن تتدرب على المحتوى وتاخد كورسات في فتره الاجازه، ولما تيجي الدراسه تعمل محتوى في الجامعه كحياتك وانت طالب عادي. انت ممكن تشارك حاجه زي كده واديك بتتدرب في فتره تدريب كانك مثلا بتتدرب في شركه. وقتها هتتعود انك تعمل محتوى في كل الظروف. يعني بعد كده انت مش هتتكسف تطلع الكاميرا وتعمل محتوى وانت ماشي في وسط الناس. فرصة انك تبدأ دلوقتي وانت مش معروف، لان محدش مهتم بالفيديوهات بتاعتك. وده شيء كويس على فكرة، لان الناس مش هتركز معاك فهتعرف تغلط وتتعلم براحتك. ابدأ وانت مش جاهز. الفيديوهات الاولى هتكون غريبة، المونتاج هيكون ضعيف، وده طبيعي على فكرة. بس لو انت بدأت دلوقتي او النهاردة هتكون احسن من 99% من الناس اللي لسه بتفكر. مش كفاية تنزل محتوى وخلاص، لازم تتطور. لازم تطور السكريبت، العناوين، البراندنج، طريقة الكلام، العرض، المونتاج، لان الاستمرارية لوحدها للأسف مش كفاية. دلوقتي انا بحب شغلي جدا اللي هو الكوتشنج، عشان كده عملت القناة دي، وهدفي منها اني اساعد الناس اللي نفسها تبدأ. فاعمل سبسكرايب للقناة علشان تبدأ معايا الرحلة بتاعتك في صناعة المحتوى.